بعد ما القريه بتاعه امون بتولع خالص وامون واقف على الجبل خارج من الكهف بيبص ليها وهو مخضوض، بيجري بسرعه جدا امون على القريه عشان يحاول يشوف اي حد يلحقه او اي حد يلاقيه عايش لسه، لكن هو ما بيعرفش يدخل من كتر ما الدنيا مشتعله جدا. في الاوقات دي كان الحراس والجنود بتوع المدينه ليلون اللي كانت جنب القريه بيتحركوا على القريه عشان يلحقوا او يحاولوا يطفوها او ينقذوا اي ناجين منهم، ولكن ما بيلاقوش غير امون. فالحراس بياخدوا امون وبيتحركوا بيه على المدينه. بعد كده امون لما بيخش المدينه مع الحراس ما بيعجبوش الوضع قوي، فبيهرب وبيخلع منهم وبيبتدي يتنطط في المدينه وبيتشقلب وبيقلب رزقه يعني، لحد ما امون بيوصل للمينا بتاع المدينه وبيركب مركبه صيد وبيتعلم الصيد شويه مع مجموعه الصيادين اللي كانوا على المركب دي. بعد كده المركب دي في يوم من الايام بتغوط في البحر شويه وهم بيصطادوا وبيهجم عليهم سفينه قراصنه. سفينه القراصنه دي لما هجمت عليهم قتلت معظمهم والباقيين خدتهم اسرى، من ضمنهم امون اللي ركب معاهم السفينه وابتدى يتعرف على ناس مختلفه واشكال مختلفه. اول واحد اتعرف عليهم واحد اسمه ريزور، ده كان قرصان موجود على السفينه دي ولكن كان نفسه يبقى هو الكابتن بتاع السفينه مكان الكابتن الموجود. تاني واحد امون برضو بيتعرف عليه دورف اسمه داردودين. دورف ده نوع من انواع الاقزام في الريسز اللي موجوده برضو في الاساطير دي، ولكن هم بيبقوا عندهم دقون كده ومتخصصين اكتر في صناعه الاسلحه. امون بيتعرف على الاثنين دول. ريزور بيعلم امون ازاي يحارب بالسيف، ازاي يبارز، ازاي يضرب بالقوس والسهم. وفي مره من المرات امون وهو مع ريزور بيوريه الجوهره اللي معاه. في اللحظه دي ريزور اول ما بيبص للجوهره بيتخض جدا وبيبان عليه الارتياب وبيقرر يا جماعه يا قراصنه امون لازم ينزل من على السفينه. ليه؟ ما نعرفش. ومع اول بر بيقابلوه بيرموا امون من السفينه وامون بيفضل يعوم لحد ما بيوصل للبر وبيترمي على الشط مغمى عليه. بعد ما امون ما بيترمي على الشط بنلاقي امون لسه دايخ مش قادر يستوعب الفرهده اللي كان فيها، هو لسه كده مش قادر يشوف كويس. بيلاقي واحد لونه ابيض قوي لابس ابيض قوي وبيفوقه بيحاول يقومه ويقعده وغالبا اداله حاجه خلته يحس احسن. وبعدين الشخص ده مشي. امون بيقف وبيكتشف ان هو موجود في